نعم إياد. نشرين، ماذا عن أصوات القذائف؟ هل هناك قنص كما تروج بعض وسائل الإعلام؟ ما حقيقة هذا الوضع؟ يعني بطبيعة الحال دائما يرافق إنجاز الجيش العربي السوري مثل هكذا إشاعات ومثل هكذا تضليل إعلامي اعتدنا عليه إياد، واعتدنا وخبرناه جيدا. يعني هناك قذائف يعني كما سمعنا قبل قليل، نعم. ولكن قليلة جدا، ولكن وأنا أقف يعني بجانب وأتحدث معك مباشرة على الهواء بدون أي وسائل حماية، والكاميرا وأيضا والناس من حولي يتحركون. نسمع صوت قذائف من وقت إلى آخر، ولكن هي قليلة، ولا أبدا حالات قنص أو شيء من هذا القبيل. خبرنا يعني مرقت أنت بالعباسيين، شو شفت؟ شو خبرنا؟ والله شفت الأمور كتير بخير، وما في شيء أبدا من الحكي اللي عم يقولوا. هي لكن نحن بالساحة، يعني العالم كلها بتعرف ساحة العباسيين، يعني ليكنا موجودين. الحمد لله ما في شيء. هاي وكنيسة السيدة كلهم فيهم عالم وعم يصلوا اليوم مشان أحد الزهور. نعم يعني إياد كما ذكر أيضا يعني هناك حركة طبيعية جدا، يعني نستطيع أن نراقبها بالكاميرا. يعني هناك حركة سيارات، مركبات، وربما هي قليلة بعض الشيء، يعني هذا شيء طبيعي، ولكن سيطرة الجيش العربي السوري موجودة، ويقول كلمته دائما الجيش العربي السوري في كل مكان.